السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاعلموا يا إخوتي أن انحراف الشباب وفسادهم وسوء أخلاقهم من المخاطر العظيمة التي تهدد أمن المجتمع وتسبب ضياع الأمة. إذا كان المجتمع أيها الإخوة يعاني من تبعات البطالة وآثار المخدرات ونتائج التكفير، فإن انحراف الشباب لا يقل خطورة عن ذلك، لأن الشباب هم رجال المستقبل وهم رصيد الأمة. فإذا فسد الرجال وضاع الرصيد فعلى الأمة السلام. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اهتم الدين بالشباب وأمر بالاعتناء بهم وحذر من إهمال تربيتهم. ففي يوم القيامة يحاسب الإنسان عن عمره فيما أفناه، ثم يحاسب عن شبابه فيما أبلاه. وفي هذا دليل على أهمية مرحلة الشباب وخطورتها. فالإنسان يسأل ابتداء عن عمره جملة واحدة، ثم يسأل ويحاسب عن أيام شبابه وعن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب مرحلة خطيرة، مرحلة مهمة، وهي المرحلة التي يتشكل فيها منهج الإنسان. فمن شب على شيء شاب عليه. ومما يزيد الأمر خطورة وسائل الفساد في هذه الأيام التي أثرت في كثير من شبابنا وأفسدت فطرهم السليمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا ماذا يفعلون بسياراتهم، تصفحوا رسائل جوالاتهم، زوروا المواقع التي تنال إعجابهم، تأملوا اهتماماتهم وهواياتهم. والنتيجة ها هي بين أيديكم أيها السادة: هجروا المساجد والصلاة، وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن. أما التلاوة فأبدلوها بالغناء، وحلقات العلم أبدلوها بمجالس الدخان. والله أيها الإخوة،
إن القلب ليتقطع حسرة وألما، ويذوب كمدا مما عليه بعض شبابنا من فساد وانحراف وغير ذلك. ولا شك أيها الإخوة، لا شك أيها الإخوة أن هذا نتيجة من نتائج إهمال الآباء لأبنائهم. انشغل بعضهم عن تربية أبنائه بمنصبه أو بمتجره أو بمزرعته أو بوظيفته وما إلى ذلك من أمور الدنيا. يا معاشر المؤمنين، إن خير ما يستثمر به الرجل هو ولده. إن خير ما يستثمر الآباء أبناءهم. والله من رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. اهتم بعضهم بتوفير ما لذ من المآكل وما زان من اللباس لأبنائه، وترك تربيتهم للقنوات الفضائية ورفقاء السوء والشوارع ومواقع الإنترنت. أيها الإخوة المؤمنون، إن شباب اليوم أو أكثرهم إذا لم ينتبهوا من غفلتهم ويستيقظوا من رقدتهم ويعودوا إلى دين ربهم فإنهم سوف يكونوا كما اليوم مجتمعا فاشلا فاسدا ضائعا لا تسأل عن حاله ومآله. أيها الإخوة المؤمنون، ولكي ندرك بوضوح وجلاء سوء حال بعض شبابنا نتأمل كيف كان شباب سلفنا الصالح الذين تربوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا مقارنة. ففتياننا اليوم تتلعثم في قراءة سورة الفاتحة، وشبابنا اليوم يرتبك إن سألته ما الفرق بين اللفظ والكلام، وكل ذلك على مرأى من شيبنا، وللأسف إلا من رحم ربي والتزم بما أمر الله تعالى وتأسى بنهج النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ارحموا أنفسكم وأولادكم وأحفادكم وعودوا بهم إلى باحات العلم والمعرفة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، إنك أهل التقى وأهل المغفرة. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس الحمزة والعباس اللابسين من التقى أفضل لباس. وارض اللهم عن السبطين السعيدين والقمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة بالجنة وريحانتي نبي هذه الأمة، الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين،
وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن أزواج رسول الله أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين.